السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على كذا موضوع، فمن فضلكم حطوا لايك للفيديو ونتابع مع بعض ونشوف ايه اللي حصل مع نجوى فؤاد، ونتكلم كمان على مي عمر والمسلسل الجديد اللي هي فيه دلوقتي. نشوف رأي الناس في المسلسل الجديد لمي عمر، ونشوف نجوى فؤاد شكرت في مين واشتكت مين، وحالتها الصحية والمادية عاملة ايه، ومين اللي ساعدها ومين اللي موقف جنبها ومين اللي موقفش. نعرف هي ايه طلبها وايه الدنيا معاها عملت ايه، ويا ترى هي بتندم ولا ما بتندمش، ومين كمان اللي تمنت تشوفها وكلمتها قبل ما تموت ب6 ساعات وبعدها تتصل عليها يقولوا لها الحق اتوفت لرحمة الله تعالى. وكانت هي مصدومة من الخبر لما سمعت وفاة صاحبتها صديقتها، وقعدت تعيط وفضلت تعبانة فترة من الزمن على صاحبتها وصديقتها ديت اللي كانت نفسها تشوفها، لأنها اتصلت عليها قبل ما تموت ب6 ساعات وعايزة تكلمها. نجوى فؤاد قالت عبد الحليم رجعوه من لندن في السفارة في كرتونة خشب. عبد الحليم ما كانش معاه فلوس يكمل علاجه ورجع في كرتونة خشب. قالت كمان ان فريد شوقي مات وهو ما عندوش حاجة وما عندوش فلوس، وفريد الأطرش ومديحة كامل اشتغلت خياطة وتخيط بلوزات قطن ومرضت وهي صغيرة. وقالت كمان ان ناهد شريف وهند رستم كانوا بيودوها. ناهد شريف ماتت برضو وهي صغيرة. قالت هند رستم اتجوزت راجل محترم وعاشت عيشة كريمة وده خدمها في حياتها. دي القطة بتاعتها معاها بقالها 8 سنين. قالت ان هند رستم قبل ما تموت ب6 ساعات كلمتها وما كانتش هي موجودة. بعدها حاولت ان هي تتكلمها او توصل ليها، بس هي ما كانتش بتحمل تليفون ولا عارفة تكلمها فين بالظبط. بعدها سمعت خبر ان هي توفت وكانت هي مصدومة في اللي حصل ده. تقول لما كنت في المستشفى وانا راجعة لقيت روبي اللي هي القطة بتاعتها مسميها روبي دموعها على خدها زي الأطفال. نجوى فؤاد بتقول أنا أمي ماتت وهي عندها 7 شهور، واللي ربتها ست طيبة مرات أبوها. بتقول كمان إن سهير زكي وهي كانوا أصدقاء، ولما سهير زكي اتجوزت وبقى عندها أسرة خلاص بقى بعدنا عن بعض، بس احنا كنا طيبين، ما كانش فيه تنافس وغل وغيرة من بعض، لا بالعكس كنا بنحب بعض. فيفا عبده كمان طيبة جدا وبتعمل معايا واجب كتير. طيب هو فين نجيب سويرس وفين ابو هشيم؟ يعني هي الست بتقول انا مش لاقيه اجيب العلاج والعلاج غالي جدا بمبلغ وقدره. يعني فين الناس اللي حواليها؟ فين اللي انتوا بتبقوا حواليهم ساعة ما كانوا ما بيبقوا نجوم، ودلوقتي وهم تعبانين وعلى فراش الموت محدش يعبرهم؟ عشان نعرف كلنا ان مهما الانسان عاش من العمر لكل بداية نهاية. الدنيا غرورة ولابد فيها من الرحيل من غير وداع، بس الفايز فيها الفايز اللي بيتقرب من ربنا، اللي بتكون العبادة هي ثروته، اللي عارف ان العشرات الملايين مش هتنفعه وان هو في الاخر هيرحل وهيتركها، بس ان في ذلك لعبرات لأولي الألباب. سبحان من له الدوام. يعني يا ريت الناس تتعظ ويقولوا ما دايم إلا الله. ست نجوى فؤاد الله يشفيها ويرحمنا ويرحمها قالت جملة بتقول أنا عمري ضاع هدر. فعلا انت عمرك ضاع هدر. ربنا يسامحها ويغفر لنا ويغفر لها ويجعل مرضها في ميزان حسناتها. هنيجي بقى نتكلم على مسلسل مي عمر. هنا مي عمر ادت جوزها مبلغ هي كسبته 8 مليون جنيه. طبعا مش عارفة ازاي، هو ده شيء مستفز. انا شايفة الناس كلها بتقول المسلسل جميل ومي عمر دورها حلو، بس هو في حاجة كده؟ في ست هتاخد مبلغ كسبته تقوم عطياه كله لجوزها؟ جوزها ده طلع أناني وخد المبلغ وحب عليها وغدر بيها. أنا شايفة أن المسلسل ده خيال علمي. هو الحب يخلي الواحدة تستسلم للدرجة ديت؟ يعني محامية مفيش شخصية وزوجها يكسر قلبها بالشكل ده؟
أحب أسمع رأيكم في المسلسل ده. أما بقى شيرين رضا، فبيقولوا لها العلاقة ما بينك وبين دينا الشربيني كانت قبل ما يتجوز، قبل ما يتعرف على عمرو دياب ولا بعد ما اتعرفت على عمرو دياب؟ قالت أنا أعرف شيرين وكان معايا شغل معاها قبل ما تعرف عمرو دياب بسنين، وكانت صاحبتي. يعني اللي أنا أقدر إن أنا أقوله لكم إن هو أكيد طالما كانوا مع بعض على طول في كل الأماكن وسوا، يبقوا كانوا بيحبوا بعض. قالوا لها يعني كانوا بيحبوا بعض يعني متجوزين ولا مخطوبين ولا إيه ولا متصاحبين؟ قالت أنا ماليش دعوة، أنا الحاجات دي عشان إن أنا أسعى إن أنا أعرفها، أنا بعتبر ده تطفل. زي ما أنا ما أحبش حد يسألني على حياتي الشخصية، أنا برضو ما بسعاش إن أنا أعرف الحياة الشخصية بتاعت الناس التانية. أتمنى منكم متابعة قناتي حوارات ونقاشات، ويا ريت لايك للفيديو، وأتمنى أكون بجيب لكم كل جديد، ومتشكرة جدا لكل اللي بيعمل لايك للفيديو، كل اللي بيحفزني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.